هنطلب من التاجر ان هو يتعامل بفواتير وهو كمان هيستفيد. هنطلب من المهنيين ان هم يصدروا فواتير، وان المواطن لازم يطالب بفاتورته. الحقيقه مساله الاقتصاد غير الرسمي وحتى الممارسات الغير رسميه داخل الاقتصاد الرسمي، الحقيقه دي لازم نقضي عليها كمجتمع. امتى يا فندم هيصدر؟ موضوع السوبر عملنا اكثر من دراسه حول الاسعار بتفاصيل. اولا احنا تجنبنا ان احنا نقرب من تغيير اي معامله ضريبيه للغذاء، وده اللي بيصرف عليه المصريين حوالي 55% من دخلهم. يمكن قلت شويه في بحث الدخل والانفاق الاخير، لكن بقول ان معظم المصريين بينفقوا جزء كبير من دخلهم على الغذاء، فاحنا بعدنا عن ده. 2، بنرفع حد التسجيل إلى 500,000 جنيه، فبنستبعد كل المنشآت الصغيرة من هذه المنظومة، لكن هنشجعه ان هو يدخل جوه المنظومة ايضا علشان الدخول فيها هيسمح له بميزات معينة في خصم مدخلاته او ضريبة على مدخلاته. وهنسيب له باب التسجيل لنفسه اختياري زي ما هو معمول بيه دلوقتي. انا عندي 40,000 منشأة صغيرة وتاجر صغير مسجلين اختياريا داخل النظام الحالي. اعتقد ان هم هيبقى عندهم الرغبه انهم يستمروا، وهيجي عليهم ناس ثانيه، لان الحوافز اللي هتبقى موجوده هتعزز من جذب الناس. مع الوزير تاخر التطبيق ده اداه من ادوات او يعني من ادوات كثيره علشان ان احنا ندخل الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي. فالاسعار زي ما بقول لحضرتك انها هتبقى محكومه. الدراسات بتقول انها من 1.3 الى 2%. لو خدت اسوأ الفروض تماما زياده لمره واحده. وده الرينج اللي طلعته 3 دراسات اتعملوا ب3 طرق مختلفه. والسبب الرئيسي ان احنا بعدنا عن الغذاء تماما. طب حضرتك لو دخلنا الغذاء كانت هتصل الى حوالي 2.8%، حاجه زي كده. يعني ما احناش يعني برضه كان لكن احنا مش مدخنين. حضرتك تم التنسيق مع البنك المركزي يا فندم؟ تم التنسيق مع الوزير. تم التنسيق مع البنك المركزي الدوليه يا سيدي. لا